لما الأمير عبد الجليل توفى في 2015 كان عنده بس 25 سنة. الخبر صدم البلد كلها وخلى ملايين الماليزيين في حزن شديد. كان محبوب من الكل وكانوا بيوصفوه بالأمير المثالي. الناس كانوا بيسموه أمير القلوب وأمير الشعب. ليه كان مصيره مأساوي كده؟ وإيه اللي فعلاً أدى لوفاته؟ اتفرج على الفيديو كامل عشان تعرف قصته هتكسر قلبك. عائلة جوهور الملكية من أقدم وأقوى العائلات الحاكمة في ماليزيا. رئيسهم السلطان إبراهيم إسكندر هو ملك ماليزيا الحالي. هو كمان يعتبر واحد من أغنى الرجال في البلد، وثروته الشخصية بتتقدر بحوالي 5.7 مليار دولار. مع زوجته راجا زراث صوفيا بنى عائلة ملكية كبيرة وبارزة. الزوجين عندهم 6 أولاد، من بينهم كان عبد الجليل واحد من أولادهم اللي بعدين بقى واحد من أكثر أفراد العائلة المحبوبين، ولسه الماليزيين بيتكلموا عنه لحد النهاردة. الأمير عبد الجليل اتولد في 5 يوليو 1990. اسمه معناه خادم الله القدير في اللغة العربية. من وهو صغير جداً كان واضح أنه مختلف عن أغلب أفراد العائلة الملكية. في الوقت اللي غيره كان بيستمتع برفاهية وامتيازات الحياة الملكية، هو كان بيظهر حب عميق للطبيعة والحيوانات. كان بيربي حيوانات أليفة كتير في البيت، وده كان بيعكس شخصيته الطيبة والحنونة. وعشان كده بعد ما خلص تعليمه الأساسي في جوهور باهرو سافر للمملكة المتحدة علشان يدرس علم الحيوان ودراسات الحفاظ على البيئة. ولما رجع ما رجعش للقصر، اتطوّن في قسم الزواحف والطب البيطري في حديقة حيوان سنغافورة لمدة سنة، وبعدها 2 كمان في حديقة حيوان لندن. لما وصل لأول مرة لحديقة حيوان سنغافورة، زميل إله افتكر إنه قدم نفسه ببساطة باسم جليل. هي ما كانتش تعرف إنه أمير، وما اكتشفتش هويته الحقيقية غير بعدين بكتير. بس حبه للحيوانات كان جزء واحد بس من شخصيته. لما عبد الجليل بقى عنده 21 سنة خد قرار فاجئ حتى أقرب أفراد عيلته. اختار يبقى ضابط شرطة وانضم لبرنامج تدريب الشرطة الملكية الماليزية. من أول يوم وضح حاجة واحدة، هو مش عايز أي معاملة خاصة، كان عايز يحس بالتدريب الحقيقي زي أي حد تاني. وفي النهاية اتخرج برتبة مفتش وبقى أول والوحيد من العائلة الملكية الماليزية اللي يخدم في الشرطة. بس حتى ده ما كانش كفاية لعبد الجليل. بعيد عن حديقة الحيوان والشرطة كان منخرط جدا في الأعمال الخيرية. شارك في منظمات كتير، منها جمعية الهلال الأحمر الماليزي، واللي خدم فيها بعد كده كنائب رئيس لخدمات المجتمع. لما جوهور تعرضت لفيضانات مدمرة سنة 2006 كان لسه مراهق، لكنه كان موجود في الميدان بالفعل. ساعد في توزيع المساعدات وقضى وقت مع العائلات اللي تشردت، كان بيسمع لمشاكلهم وبيقدم لهم الدعم، وكان كمان عنده شغف برياضة الإبحار. مش النوع الفاخر، لكن النوع اللي محتاج مهارة وإصرار. في سنة 2013 قدم دوري الإبحار الماليزي، وده أدى آلاف الشباب الماليزيين اللي ما قدروش يتحملوا تكاليف الرياضة دي فرصة يجربوا الإبحار لأول مرة. في سنة 2014 الاتحاد الدولي للإبحار كرمه بجائزة رئيس الاتحاد للتنمية تقديراً لمساهمته في تطوير الإبحار للشباب. بعيداً عن إنجازاته، الأمير عبد الجليل كان معروف إنه عنده قلب كبير فعلاً، وكان حساس جداً لاحتياجات الناس اللي حوله. وبحسب الناس القريبين منه، لما كان بيزور أكشاك الأكل على الطريق كان دايماً يشتري أكل أكتر من اللي محتاجه، بس علشان يساعد البياعين يكسبوا أكتر. وكمان كان بيعامل الموظفين بتوعه بلطف شديد، وكان دايماً بيتأكد إنهم عايشين مرتاحين وإن أولادهم مش منسيين، وغالباً كان بيفاجئهم بهدايا بسيطة وحاجات حلوة. طريقة التفكير دي كان دايماً بيعبر عنها بكلامه هو نفسه. مرة قال: أنا نفسي أكون وسط الناس ويبقى عندي علاقات كويسة مع أهل جوهور، وطول حياتي نفسي أتكلم مع أكبر عدد ممكن من الناس. أكيد في ناس حياتهم أصعب مني بكتير، وأنا نفسي أسمع هم عايزين يقولوا إيه. في أغسطس 2014 وأثناء خدمته في الشرطة
بدأ عبد الجليل يحس بألم مستمر في كتفه اليمين. في البداية ما كانش فيه أي علامات تانية إن في حاجة غلط، هو كان دايماً بصحة كويسة، لكن الألم خلاه يروح مستشفى جلين إيجلز في كوالالمبور، والنتائج غيرت كل حاجة. اتشخص إنه عنده سرطان في الكبد. في ديسمبر 2014 الدكاترة أكدوا إنه المرض كان وصل للمرحلة الرابعة بالفعل. سلطان إبراهيم اسكندر على طول بدأ يدور على أحسن علاج ممكن لابنه، بس الوقت كان بيخلص. آخر أمل كان زراعة كبد لعملية عملت في جامعة سونيا تسن واعتبروها ناجحة. للأسف العملية أدت لعبد الجليل فترة راحة قصيرة بس، حتى وهو بيتعافى رفض يبطل العطاء. كل ما صحته كانت تسمح له كان بيزور مرضى السرطان والمستشفيات، كان بيقضي وقت معاهم، يسمع حكاياتهم ويشاركهم تجربته ويديهم كلمات تشجيع. لما كان بيشوف الناس بتبتسم ده كان بيديه قوة ويديه سبب إنه يفضل يحارب. كمان رفض يشوف الناس اللي حواليه زعلانين بسبب التدهور السريع في صحته. حتى وهو كان بيتألم جامد كان لسه حاسس إنه مسؤول يرفع من روحهم المعنوية. كان في كمان فيديو انتشر في ماليزيا كلها وهو في المستشفى بيحاول يستخبى من الإجراءات الطبية وبيضحك مع الممرضة. الناس مش بس ابتسموا وهم بيتفرجوا عليه، دول كانوا منبهرين بيه. في الوقت ده بدأ كمان يفكر في طرق يساعد بيها مرضى السرطان التانيين، خصوصاً اللي مش قادرين يتحملوا تكلفة العلاج العالية جداً. الفكرة دي بعد كده كانت السبب في إنشاء مؤسسة تونكو لاكسامانا جوهور للسرطان تكريماً ليه. للأسف في ديسمبر 2015 عبد الجليل توفى عن عمر 25 سنة، وكان وسط عائلته. وقت جنازته آلاف الناس وقفوا تحت المطر الغزير في الشوارع علشان يودعوه ويأدوا واجب العزاء. ده وضح قد إيه كان محبوب في كل أنحاء البلد. على تابوته كان فيه قبعة شرطة وسيف، رموز قوية لرجل قدم كل حاجة عنده علشان يخدم ويحمي الناس العادية. والده سلطان إبراهيم اتأكد إنه آخر أمنية لابنه هتعيش وتستمر. في سنة 2016 أطلق رسمياً مؤسسة مكافحة السرطان. النهاردة المؤسسة بتدعم أبحاث السرطان وبتوفر مساعدات مالية وطبية وبتقدم دعم نفسي للمرضى وعائلاتهم في كل أنحاء ماليزيا، خصوصاً اللي مش قادرين يتحملوا تكلفة العلاج. شعار المؤسسة هو حارب زي جليل. كل ده ما كانش هيبقى موجود من غير الأمير الشاب اللي حتى وهو بيحارب مرضه اختار يفكر في غيره قبل نفسه. عبد الجليل قال مرة إنه كان بيتمنى الناس تفتكره كشخص لمس حياتهم وترك أثر، وهو محافظ على تواضعه وبساطته، وده بالضبط اللي هو بقى عليه. هو كان عنده 25 سنة بس، لكن في الوقت القصير ده قدم أكتر من ناس كتير بيقدموا في عمرهم كله. انت شايفة إنه ماليزيا ممكن يكون عندها أمير تاني زيه؟ شاركينا رأيك في التعليقات. وكده خلاص، لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات تانية زيه اتأكدي إنك تعملي لايك تحت تعبيراً عن تقديرك. ولو لسه ما اشتركتش فعلاً لازم تشتركي في قناتي وتضغطي على علامة الجرس عشان توصلك إشعارات أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.